السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. ما نطولش عليكم. نقول لكم عودكم مبروكه. جبت لكم العسل صراحه كيجي رائع 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 بزاف في هذا رمضان، المعسلات او حتى استعمالات اليوميه، يعني الماكله يعني كيجي على شكل بحال عسل بلدي سوا بالاعشاب، كيجي رائع رائع، واحد المذاق خاص صراحه. كنتمنىكم انكم تجربوه، كيجي زوين بزاف بزاف. كتشوفوا الكثافه ديالو، بغيتو كتقصحوه بغيتوش يعني كتخليوه شويه جال. كنستعمل هنايا جبت لكم مقادير ديال قالب ديال السكر واحد. كنجي كناخذ يطرو د الماء، كنقسم القالب ترسوه ولا تستعملوه هكاك جوج. المهم انا جيت بلا ما تهرسوه، راه يجي معكم مزيان، كيذوب دغيا دغيا. ما كنحتاجش نخليه لا ليله كامله ولا حتى حاجه. كنكب عليه 8 يطرو د الماء اللي كنكب عليه. انا هنا كبيت نص يطرو على هاد الطرف، وغنزيد نص يطرو الثاني نكبو على الطرف الثاني. يعني كنكب عليه هكا، هو كيشرب داك الماء كيشرب داك الماء وكيبقى ينزل. صراحه كينفع في هاد رمضان، كينفع بزاف بزاف. انا كنستعملو حتى للدهين د الملاوي ولا بغرير، كيجي رائع رائع. نتوما كتشوفوا انه نزل، انا غير حركته، ما احتاجيش اني زعما هذا، مجرد حركته ديت جبت شويه وصافي. انا دغيا كيذوب، ما كيحتاجش يطول بزاف. ما خليته لا ليله كامله ولا حتى حاجه. كنجي لهنايا كنستعمل هاد الاعشاب، كندير له ليمونه مكموله، ولكن عندنا حتى البرتقال حتى هو كنستعملوه، لكن ما نديرش البرتقال. كنستعمل شويش ديال عود النوار، وشويه ديال البابيان، وشويش ديال الخزامه. هنا شويه ديال الزعتر، وشويه ديال الزعتره، وشويه فليو. هنا شويش ديال النافع وحبه حلاوه حتى هما كنديرهم. ولا عندكم حتى شويش ديال ازير حتى هو استعملوه، حتى هو كيجي رائع صراحه. كتاخذ غير شويه شويه من كل حاجه وكتستعمليهم. كنكبوهم هكا نيشان. كي كتشوفوا غادي نكب كلشي في الكوكوط. غنقفل انا عليه الكوكوط باش كيطيب دغيا. وداك الليمون انا ما كنحيدلوش، لان غادي نصفي داك غادي نصفي العسل، ما كنحتاج ان نحيدلو العظم ابدا. كنحرك غير شي شويش، وغادي نشعل عليه البوطه تكون مهيله، ما تكونش مجهده بزاف. نتوما كتشوفوا ان مجرد بدا كيغلي هو بدا كيذوب. وغادي نقفل عليه الكوكوط ديالي، كنقفلها عليه وكنخليه تقريبا 40 دقيقه. كنخليه 40 دقيقه ونحل عليه تقريبا. كتلقاوه واجد، او 45 دقيقه تلقاوه واجد. باش كتعرفوا انه واجد نتوما تشوفوا كيفاش العافيه دايره، يعني قليله ماشي مجهده. وكندير له الصفار ديالو كنخليه. انا هنا نسيت صراحه، ما استعملتش القرفه، نسيت ما عنديش قرفه عواد. اضطريت اني نستعمل تقريبا نص معلقه ديال القرفه، او معلقه صغيره د القريفه. ما عييت نادم ما لقيتش العواد، قلت هي هكاك تعطي النسمه ديالها كتجي زوينه. طلع لي البخار في الشاشه ديال التليفون. هانتوما هنا كنرجعو تاني كنشد عليها الكوكوط حتى قلت كدوز داك 40 دقيقه او 45.
انتم حليت هانتوما كتشوفوا الليمون كي داير، الليمون كيولي بحال معسل، يعني ما كيبقاش صفر. اما لا حليتو الكوكوط ولقيتوه باقي صفر، رجعي تعرفي العسل مازال ما طابش، رجعي رترت العسل بلاصتو. هنا كندير كاس ديال ما زهر، كنزيدو ملي لقيت العسل طاب كنرجع نغليه شي شويه ماشي بزاف باش يطيب داك الماء ديال الزهر كيطيب. صراحه جربوه كيجي رائع 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 بزاف بزاف بالنكهات ديال الاعشاب، كيجي رائع وصالح حتى المؤسلات، كيجي رائع بزاف. هانتوما انا كنوريكم كيفاش كيولي معسل داك الليمون كيتعسل. كنخليه دابا غادي نخليه غلا شي شويه وغادي نصفيه. من بعد من نصفيه نرجع معكم ان شاء الله يا ربي. ولكن قبل ما تصفيه ضروري تخليه يبرد شي شويه، ما يبردش بزاف ولكن تخليه يبرد شي شويه، يعني باش الواحد يصفيه ما يطرش عليك العسل سخون، راه صعيب العسل كيحرق، يعني كيكون طايب كيكون كيحرق. من الاحسن تخليوه يبرد شي شويه يبقى غير نسبه دافي هكا وتصفيوه، من الاحسن من الاحسن. اما سخون صعيب شي شويش. دابا نخليوه يغلي شي شويه مزيان عاد نرجعو نصفيوه. هانتوما هنا من بعد ما دابا راني مخليه كيبرد، مره كنحركو هكا شي شويه. رجعت غليتو شي شويش، بان لي درت واحد شويه في الطبسيل بان لي انه باقي جاري، ورجعت نغليه شي شويه. غير شي شويه ماشي بزاف. نتوما كتشوفوا انه عاطي داك اللون. خليته عاوتاني يبرد وهنا صفيته خليته كيصفى، يعني فهاد هذا كيكون مشبك باش داكشي العشوب داكشي كلشي كيبقى الفوق. هانتوما هنا كتشوفوا من بعد ما صفى كيجي داير، كيجي العسل صراحه راه باقي سخون شويش، راه ما باردش بزاف، يعني يبات ليله كامله غادي يبرد تماما وغادي يجي رائع. صالح المؤسلات صراحه في هذا رمضان، صالح بزاف وكيطول مده طويله، ما كيجمدش كاع، كيبقى يعني ما خصو هو غير يطيب مزيان. العسل خصو يطيب مزيان انا ما يبقاش خضر. كتلقاو ديك الليمونه يعني ما بقاتش خضره اذا راه العسل طاب معاكم، يعني كتشوفوها تعسلات اذا راه العسل طاب. وكتزيدوا هذاك نص كاس ديال ما زهر، صراحه كيجي رائع رائع بزاف بزاف. نتمنى ان يعجبكم وخليو لي التعاليق ديالكم زوينه، كنشكركم عليها، مع اللايك والاشتراك في القناه ديالي باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. نتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه.